عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا غريب، يا مظلوم كربلاء. ما خاب من تمسك بكم، وأمن من لجئ إلى حصنكم. فيا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيمة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لزيارة الحسين عليه السلام في الدنيا، والفوز بشفاعته في الآخرة ببركة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله مولانا العلي العظيم. قبل البدء في بيان مطالب الآية القرآنية المباركة لا بد لنا من مقدمة قرآنية، وهي نقول بأن القرآن الكريم ينقسم إلى قسمين من حيث التنزيل. يعني اليوم عندما نقرأ القرآن نقرأ في بداية السورة أو في بداية الورقة بأن هذه السورة مكية وهذه السورة مدنية. السورة المكية هي السورة التي نزلت في مكة المكرمة، والسورة المدنية هي السورة التي نزلت في المدينة المنورة. وطبعا الآيات والسور المكية تختلف عن الآيات والسور المدنية باعتبار الأجواء العامة في مكة تختلف عن الأجواء العامة في المدينة، لأن الأجواء المجتمع المسلم في المدينة المنورة كانت أجواء تأسيسية لمجتمع مسلم ولدولة مسلمة، وهي أول جمهورية إسلامية أسست على سطح المعمورة. أما الآيات القرآنية التي نزلت في مكة فأغلبها آيات حوارية عقائدية تريد أن تبين إلى الناس بأن عبادة الأوثان غير صحيحة، ويجب أن نتوجه إلى عبادة ماذا؟ عبادة خالق واحد لا شريك له. فتشوف أغلب الآيات في مكة كانت تتحدث عن الأمور العقائدية وتتحدث عن أمور التوحيد ونبذ الشرك وتعدد الإله أو الآلهة. أما الآيات المدنية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وآله بعد الهجرة إنما أغلبها كانت آيات نزلت على النبي الأكرم من أجل أن تنظم المجتمع المسلم،
لأن في المدينة كانت النواة الأولى للمجتمع المسلم، وهذا المجتمع المسلم كان يحتاج إلى قوانين ويحتاج إلى ضوابط ويحتاج إلى سنن، لأن إخواني المجتمع إذا ترك بلا قانون يتحول إلى نظام غابة. اليوم احنا إذا ماكو قانون عشائري رادع وماكو قانون دولة وماكو قانون كذا وكذا وأخلاقي، تشوف المجتمع وين يتحول. احنا مع وجود هذه القوانين ومع وجود هذه الضوابط ومع وجود هذه الضغوطات الاجتماعية تشوف عندنا جريمة وعندنا مشاكل كثيرة وعندنا انحراف في المجتمع. أجلكم الله. عليكم السلام. تفضل مولانا هنا، جزاكم الله خير. تفضلوا هنا، الله يبارك فيكم. يا الله. فلذلك القرآن الكريم بمجرد أن ينتقل النبي صلى الله عليه وآله من مكة مهاجرا إلى المدينة يختلف سياق القرآن الكريم ويتحول أو تتحول الآيات القرآنية إلى آيات إرشادية، آيات من أجل أن تنظم المجتمع. البعض يسأل يقول كيف أميز بين الآية المكية وبين الآية المدنية؟ طبعا أغلب الآيات التي بدأت بخطاب يا أيها الذين آمنوا إلا يجوز آية أو آيتين هي تعتبر من الآيات المدنية. ليش؟ لأن الخطاب يا أيها الذين آمنوا إلى شريحة وإلى مجتمع مؤمن، والمجتمع المؤمن ما كان في مكة في قريش، كان وين؟ كان في المدينة المنورة. أما الآيات اللي تبدأ يا أيها الناس أغلبها أو كلها هي من الآيات شنو؟ المكية، باعتبار المجتمع المكي لم يكن مؤمنا ولم يكن مسلما، فالقرآن الكريم يعبر عن هؤلاء يا أيها الناس. فالفرق بين الآية المكية والآية المدنية هو الخطاب والسياق. جزاكم الله خير. إذا كان السياق يخاطب الناس يا أيها الذين آمنوا تعتبر آية ماذا؟ آية مدنية. أما الخطاب إذا كان يا أيها الناس فتعتبر من الآيات المكية. نأتي إلى الآية القرآنية المباركة. الله يحفظك مولانا برام، الله يعزك ويسلمك، رحمه الله والدك. الآية القرآنية بدأت بخطاب موجه إلى شريحة معينة يا أيها الذين آمنوا. طبعا يسأل الإمام الصادق عليه السلام يا ابن رسول الله ما الفرق بين الإيمان والإسلام؟ طبعا هذا سؤال دقيق، الظاهر السائل كان من العلماء. ما الفرق بين الإيمان والإسلام؟ يعني اليوم احنا إذا استطعنا أن نميز بين الإسلام والإيمان الكثير من المشاكل العقائدية والكثير من الشبهات تحل أمام الإنسان، لأن هذه قواعد عقائدية أسس لها المعصوم. فيجيب الإمام سلام الله عليه فيقول له الإيمان يشارك الإسلام ولكن الإسلام لا يشارك الإيمان. شنو معناه؟ يعني الإنسان المؤمن لا بد أن يكون مسلما فيتكامل بإسلامه فيكون من المؤمنين. أما الإنسان المسلم ليس بالضروري أن يكون من المؤمنين. صح لو لا؟ عندنا مسلم ولكنه ماذا؟ تارك للصلاة، تقدر تسميه مؤمن؟ لا. عندنا مسلم ولكنه سارق أجلكم الله، تقدر تسميه مؤمن؟ لا. عندنا مسلم ولكنه منافق. حتى في زمن النبي صلى الله عليه وآله سورة قرآنية كاملة اسمها بسورة المنافقين، وهم كانوا ملاصقين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام يميز له بين المؤمن وبين المسلم ثم يعطينا ضابطة أخرى فيقول له الإسلام ما عليه التوارث والتناكح. يعني الإنسان يولد من أبوين مسلمين، ماذا يستفيد؟ يستفيد تنظيم علاقات زواج وطلاق مواريث حسب المنظومة الإسلامية. أما الإيمان يقول الإمام سلام الله عليه أما الإيمان فهو ما وقر في القلوب. شلون تعبير دقيق؟ يقول لنا بأن الإسلام هو السلوك الظاهري، أما الإيمان هو عندما يدخل هذا السلوك
ويتربع في قلب الإنسان، فتكون كل حركات الإنسان وكل سكنات الإنسان تشير إلى إيمانه. فلذلك المعصوم ماذا يقول؟ يقول كونوا لنا دعاة صامتين. يعني يوم الداعي يحتاج منبر، يحتاج فضائية، يحتاج مواقع، يحتاج أمور كثيرة. المعصوم ما يريد هذه الأمور كلها، يريد منا أن نكون دعاة بأفعالنا. الداعية الصامت هو أن يدعو بأفعاله، يعني أفعالي تشير على أنني ماذا؟ مسلم. أفعالي تشير على أنني موالي لأمير المؤمنين. يعني عندما تعرض صحيفة أعمالي أمام الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإحنا كلنا نعتقد في مدرسة أهل البيت بأن الأعمال تعرض على الإمام الحجة. عندما تعرض على الإمام تسر الإمام لو تسيء الإمام، لو تحزن الإمام. اليوم أنا أتكلم مع نفسي أعمالي عندما تعرض في هذه الليلة، ليلة الجمعة يوم الخميس، أمام الإمام بها حسنات بها سيئات. هذه الأمور تفرح الإمام عجل الله فرجه لو تزيد من هم الإمام، لأن المفروض أن شيعة آل البيت أعمالنا تسر قلوب أئمتنا سلام الله تعالى عليهم. شيعتنا كونوا لنا دعاة صامتين، أي كونوا لنا دعاة بأفعالكم. نعود إلى الآية القرآنية المباركة يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم. قوا فعل أمر، وفعل الأمر في القرآن الكريم دلالة على الوجوب. عندما يأمرنا الله سبحانه وتعالى بوقاية أنفسنا يعني هذا الأمر واجب. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يأتي رجل إلى المعصوم يقول له ابن رسول الله أنا عاجز عن وقاية نفسي، كيف أقي عيالي؟ يعني أنا نفسي ما مهذبها، ما مرتب وضعي، كل معاصي موبقات، كيف أقي عيالي؟ فيقول له المعصوم أن تأمرهم بما تأمر به نفسك، وأن تنهاهم عما تنهى عنه نفسك. ليش؟ لأن إذا كان رب البيت للدف ناقرا فما شيمة أهل الدار. يعني اليوم إذا كان الأب والكبير والزعيم والأم يمارس المعصية أمام الأبناء، مثلا يستمع إلى الأغاني أمام الأبناء، يرتكب بعض المعاصي أمام الأبناء، تاركا للصلاة ومستخفا بصلاته أمام الأبناء، بعد تقدر يقول لي ابنك ابويا صلي؟ تقدر يقول لي ابنك ابويا ترى الأغاني حرام؟ قال بابا أنت جاي تمارسها. يعني هذه يتربى على أنه هذه السلوكيات سلوكيات طبيعية، سلوكيات ماذا؟ مباحة، لأن الكبير هو من يقوم بهذه الأفعال. فبالتالي الأبناء ينظرون إلى سلوكيات الآباء وإلى سلوكيات الأمهات، فتشوف المنظومة الإسلامية وضعت لنا أسس وضوابط لتأسيس الأسرة. المعصوم ماذا يقول؟ يقول الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر. شو يحتاج إلى يتأمل بهذا الحديث؟ الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر. الوتر اللي يوضع في القوس، يعني يوم الإنسان إذا عنده قوس وسهم إذا ما بي وتر هذا السهم ما ينطلق، ما يكون مؤثر. فإذا كان الإنسان غير عامل وغير مطبق بالتالي كلامه شو يكون غير مؤثر. فلذلك أمير المؤمنين عليه السلام يقول أنفسكم، مضمون الرواية ميدانكم الأول، إن قدرتم عليها كنتم على غيرها أقدر، وإن عجزتم عنها كنتم على غيرها أعجز. يعني اليوم أنا إذا ما أقدر أهذب سلوكي وما أقدر أهذب أخلاقي ما أقدر أنصح الآخرين، أكون عاجز. لكن إذا كنت أنا من المطبقين بالتالي عندي قدرة وعندي استطاعة أن أؤثر على عيالي وأن أؤثر على أبنائي. بعد قوا أنفسكم وأهليكم. الأهل هم الزوجة والأبناء ومن تؤثر عليهم من عياله. وأول عمل لتأسيس هذه الأسرة ووقاية الأهل هو اختيار الزوجة الصالحة. لأن اليوم الإنسان عندما يريد أن يؤسس أسرة يحتاج إلى شريك أو تحتاج إلى شريك،
واختيار الزوجة الصالحة هي أول خطوة باتجاه تأسيس الأسرة الناجحة، لأن الاختيار إذا لم يكن دقيق تكون النتائج سلبية حتى لا تستمر الحياة، ولكن تؤثر هذه النتائج السلبية على الأبناء. ينقلون حادثة عن الشيخ مرتضى الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. الشيخ مرتضى الأنصاري طبعا من كبار علماء الحوزة، عنده كتب تسمى برسائل الأصول أو كتاب الرسائل في علم الأصول وكتاب المكاسب. المجتهد ما يكون مجتهد وما يتأهل لدخول البحث الخارج إلا أن يتم مؤلفات الشيخ مرتضى الأنصاري. الشيخ مرتضى عندما وصلت إليه المرجعية وأصبح زعيما للطائفة الشيعية، عند امرأة كبيرة جاء إليها بعض الناس أو بعض طلابه، قالوا لها يا أم مرتضى هنيئا لك، الآن الشيخ مرتضى أصبح زعيم الطائفة. قالت لهم قليل. شلون قليل؟ ليش قليل؟ قالت اعلموا بأنني ما أرضعته إلا وأنا على وضوء. قبل 100 سنة 200 300 سنة الوضوء ما كان بهالسهولة ترى اخواني، يعني ما افتح ما يجينا حار وبارد، كان بئر واشمر الدلو في البئر واسحب ماي والماي بارد والدنيا شتاء، فكان الوضوء صعب. هذه الماء تقول ما ارضعته الا وانا على وضوء. فتشوف دائما سلوكيات الاسره وبصمات الام واضحه على سلوك ابنائها، وعندنا في التاريخ نماذج كثيره. السيده ام البنين سلام الله تعالى عليها، السيدة فاطمة، السيدة زينب، تشوف آثار السلوك الصالح واضحة. تكون امرأة عفيفة وقوية ولديها قدرة وطاقة على مواجهة الأعداء. السيدة زينب بعد مقتل أبي عبد الله الحسين واجهت 30 أو 70 عدو هجم على خيام زينب، وهي امرأة فقدت أبناء وأخوة وأبناء عمومة وأنصار وهي أسيرة سبية، لكن وقفت تلك الوقفة البطولية وقالت يا ابن الطلقاء كد كيدك ونأصب جهدك فإنك والله لن تميت ذكرنا ولن تقطع وحينا. شلون موقف صلب، شلون قوة، شلون شجاعة. هذه بنت أمير المؤمنين. وضعوها في خربة في الشام، خربة في الشام تنتظر الإذن لكي يدخلوا السبايا إلى مجلس يزيد لعنة الله عليه. زينب كان واجبها هي أن تجمع الأرامل والأيتام وأن تحافظ على عيال الحسين سلام الله عليه. وأكو مشكلة كانت تواجهها زينب بأبي وأمي. اليوم الإنسان حتى الرجال من تمر عليه مصيبة يفرغ الشحنات الحزن من خلال البكاء، تبكي ترتاح ترفع صوتك بالبكاء. لكن أمنا زينب ومولاتنا زينب عليه السلام ما كانت تبكي. ليش؟ لأن زينب إذا بكت الأرامل كلهم يبكون. زينب إذا بكت 80 يتيم ويتيمة كلهم يبكون. فكان دور زينب تحاول أن تخفي هذا الألم في صدرها. بينما هي كذلك في خربة الشام اللي ما كان فيها سقف. يقول المعصوم والله لقد تقشرت وجوه عماتي من شدة حرارة الشمس. بينما زينب كذلك بأبي وأمي، فإذا بوضع الخربة يختلف. نظمت، فرشوا فراش في هذه الخربة، وضعوا عرش كرسي ضخم في هذه الخربة، انتشر الحرس الخدم في الخربة، أسرجوا الضوء، وضعوا إضاءة في هذه الخربة. زينب عليها السلام تسأل من أمر؟ لماذا تصنعون هذا الصنع في الخربة؟ يعني الوضع رتبوا الخرابة، فرشوها نظفوها وعطروها وخلوا بها إضاءة. قالت لهم أمنا زينب ما الأمر؟ قالوا لها يا ابنة علي بأن هند الأميرة زوجة يزيد تريد أن تتفرج عليكم. هند كانت خادمة في بيت أمير المؤمنين عليه السلام، وكانت خادمة لمولاتنا زينب.
جاءت هند جلست في تلك الخربة، جلست على ذلك العرش، نظرت إلى هذه النساء، نساء وقورات، نساء محتشمات، ماكو عليهن آثار السبايا، يعني ما متأثرة بالسبي، وقار وهيبة ودين، هيبة علي بن أبي طالب. تفحصت، نظرت تفحصت الوجوه فعرفت بأن زينب هي كبيرة النساء. قالت أخيتي من أي المدن أنتم؟ هذه تربية علي بن أبي طالب. هند تقول زينب أخيتي من أي المدن أنتم؟ زينب مطأطئة برأسها تقولها نحن من المدينة. هند تسأل المدن كثيرة، أي مدينة؟ قالت لها نحن من مدينة رسول الله. هند وقفت وجلست على الأرض. زينب تسأل هند لماذا جلست على الأرض؟ تقول أخيتي إكراما لكم لأنكم من مدينة رسول الله. هند تقول، هند تسأل زينب، يقول أخيتي أريد أن أسألك عن دار في زقاق عبد المطلب، تعرفين عبد المطلب، زقاق عبد المطلب؟ تسأل زينب، يقول بلى أعرف زقاق عبد المطلب. تقول أسألك عن سيدي ومولاي أمير المؤمنين، عن دار سيدي ومولاي علي بن أبي طالب، أنا تربيت في ذلك الدار. تعرفين علي لو ما تعرفين علي؟ زينب انفجرت بالبكاء، قالت أعرف علي. هند تسأل والنساء تبكي، قالت أخيتي أسألك عن سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين، أتعرفين الحسين أم لا؟ النساء تبكي، العيال تبكي. أسألك عن سيدي ومولاي أبي الفضل العباس قمر العشيرة زي أخيتي، تعرفين أبو فاضل لو ما تعرفين العباس؟ هند تسأل والنساء تبكي. أخيتي أسألك عن القاسم، أخيتي أسألك عن شبيه رسول الله علي الأكبر. أخيتي ما الأمر؟ أنا أسألكم وأنتم تبكون. زي يقول يا هند لقد هيجتي آلامنا، هيجتي أوجاعنا. هند تسأل أخيتي أسألك عن سيدتي ومولاتي فخر المخدرات زينب. قل أنا زينب اللي يحجون عني، أنا زينب اللي يحجون عني وسليت المصايب ما سلني، والله ما سلني، أنا ردا على عيوني وعمني. ادقلها يا هند خان الدهر بينا، يا هند خان الدهر بينا، أخونا نذبح وإحنا نسبينا. قلها نجديك يا هند لو ذكرتي، والله لا ذكرتي بالمدينة وين جنتي، وبيت من يا هند خدمتي، والله ربيت بيتنا وعدنا خدمتي. ساعد الله قلب مولاتنا زينب، وانت تتوجه الى الكافل، لان زينب كلما تقع في ضيق توجهت الى كافلها ابا الفضل العباس. قلنا يا عباس انا جيتك للنهر ما قاطع الياس، خويا ما قاطع الياس، بلجي بك خويا رجى من الانفاس، انخاك
وراك وتدرس سيفك يا عباس، خويا تقبل يا خويا تشوفني الناس. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا نختم بل المجلس لا زال قائما. استقبلوا خادم الزهراء فريد التميمي بالصلاة على محمد وآل محمد. صلي على محمد وآل محمد. أحسن شيخ الله. ولا يا